وخدت قرار ان انا هجرب اطلع قطعة من فن الكوميكو على السي ان سي دون تدخل اي اداة يدوية، ومش غير ان انا هديها بس صنفرة خفيفة وهجمعها بايدي. غير كده هي طالعة على المكنة من اولها لاخرها. فهل هنجح في ده؟ وهل هنجح ان انت لو مسكت القطعة اللي انا هعملها لا تتخيل وما تصدقش ان هي معمولة على مكنة، وتقول ان هي معمولة يدوي وما تفرقهاش، في حين ان هي هتطلع في وقت قصير على المكنة، ولو انت عملتها يدوي هتاخد وقت طويل. نشوف بقى باقي الفيديو، وهل هنجح في ده ولا لا. ابتديت واخترت الصورة اللي هشتغل عليها، واخترت الصورة اللي انتوا شايفينها دي، رسمتها على برنامج الارت كام وطلعت كل قطعة لوحدها. هنحتاج 6 قطع من المقاس الكبير اللي هنعشقهم في بعض، وبعد كده القطعة اللي بعدها هنحتاج منها 4، وبعد كده هنحتاج 16 قطعة من المقاس الأصغر، بعدين المقاس الصغير خالص هنحتاج 8 قطع. يبقى كده عملنا 1 2 3 4، 4 مقاسات مختلفين، كل مقاس منهم عدد مختلف. وهنا بدأت أروح على المكنة هشتغل على قطعة خشب زان سمكها 2 سنتي، هنزل فيها النزلات 7 مرات، كل مرة 3 ملي. وهنا زي ما انتم شايفين جربت أول حاجة، البنطة كانت مرفوعة شوية فالمكنة نزلت حفت في الخشبة فعملت شكل الحرق اللي انتم شايفينه ده، فوقفت طبعا ورفعت البنطة شوية وعملت تصميم تاني، يعني وديتهم ورا شوية يعني. والاتنين اللي طلعوا محروقين دولت رميتهم يعني ما احتجتهمش. زي ما انتم شايفين كده بتقطع، انا بس قاعد جنبها ما بعملش اي حاجة. طبعا ممكن اقوم اسيبها اشتغل حاجة تانية، وفرت وقت كبير جدا. المكنه طبعا، ما هنا انا ما هدرتش في الخشب، عشان برضو ممكن حد يقول لي طب انت كده هنا هدرت في الخشب. لا، احنا لو بنقطعه على المنشار فالمنشار هياخد 3 ملي، ممكن الصينية تكون كبيرة شوية فتاكل اكتر. تاني حاجة ما تنساش ان انت برضو بتاخدها على الخشب بيدخل تخانة فبياكل برضو من الخشب. تاني حاجة قيمة الخشب اللي تهدر بسيطة جدا، ما تجيش قصاد وقتك المهم وسرعة الإنتاج في الشغل. زي ما انتم شايفين كده القطع طالعة بالزوايا بتاعتها بالظبط، يعني مفيش أي ملي جاي يمين جاي شمال، حتة بايظة حتة مش شغالة، كلهم طالعين زي ما انتم شايفين كده. شكل الموضوع هينجح ولا ايه مش عارفين، هنشوف في نهاية الفيديو بعد ما نجمعها الموضوع هينجح ولا استاذ ابراهيم هيكسب التحدي ويبقى احنا معرفناش نطلع فن الكوميكو بالسي ان سي. هنا اديتها وش صنفرة بس ما عملتش فيها اي حاجة، بيبقى البنطة عاملة بس سنة كده في الخشب مكان القطع فشلتها بالصنفرة. زي ما انتم شايفين كده بتتركب بكل سلاسة. طبعا التعشيقات اتعملت على المكنة، الزوايا معمولة على المكنة، انا ما عملتش اي حاجة غير ان انا هجمعها وهحط لها كام نقطة امير. زي ما انتم شايفين كده بتتجمع بكل سلاسة، كل زاوية بتنزل في مكانها كأنك بالظبط عاملها يدوي، المقاسات مظبوطة جدا زي ما انتوا شايفين كده، تقفيل مثالي. ما لزقتهاش لسه، ما حطيتش نقط الامير اللي هحطها عشان تمسكها. ماسكة نفسها ما شاء الله، ده يدل ان الزوايا كلها مظبوطة، طبعا مرسومة على الكمبيوتر مقصوصة سي ان سي، فطالعة لو مسكتها فعليا ما تفرقهاش وما تفرقش ما بينها وما بين الشغل اليدوي. طالعة جميلة جدا وعجبتني جدا واستمتعت جدا وانا بعملها. وبكده اكون قدرت ان انا اكسب التحدي اللي انا ما قبلتوش. انا ما قبلتش التحدي، ولكن الشخص اللي جوايا اللي ما بيحبش يخسر كسب التحدي. طلعت قطعة من فن الكوميكو لو مسكتها اتحداك انك انت تتخيل او تصدق ان هي معموله بالسي ان سي، لان هي معموله قطع، قطعه 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 بالظبط زي ما هتطلعها يدوي، وبنفس الزوايا وبنفس الشكل، ولكن متجمعه متجمعه
زي بالظبط ما تكون عاملها يدوي. كمان انك انت تقدر على المكنه تطلع الكيرفات. كان استاذ ابراهيم امبارح بيشرح ان احنا لو محتاجين نحط هنا زي كيرف كده، يا هنجيب قطعتين قشره ونغريهم ونحطهم متنين، فلما هينشفهم هيدونا التقويسه، يا اما هنقطع الخشب ده بسمك 2 مللي ونحطه في ميه سخنه وبعدين نتنيه بعدين ندخله. ده ما يمنعش ان فن الكوميكو لو اتعمل يدوي هو فن ممتع جدا، ولكن لو انت محتاج تكسب منه ويكون مصدر دخل ومعاك مكنه، ليه ما نعملوش بالمكنه؟ في حين ان انا في تلت ساعه طلعت القطعه دي بابطا سرعه للمكنه، نزلت في ال 2 سم دول 7 نزلات، ولو البنطه نظيفه شويه هتنزل 4 نزلات، وهسرع المكنه شويه، فبدل ما خلصت في 25 دقيقه ممكن تخلص في ربع ساعه. فلو جمعت فانوس ممكن ما يقعدش معايا وقت طويل، ويبقى انا ما بذلتش مجهود كبني ادم يعني. ممكن اعمل حاجه تانية بدل ما اقعد اعمل ده لو انا ببص للمصدر الدخل. ولكن فن الكوميكو هو فن ممتع جدا لو انت هتشتغله بايديك، ممتع جدا. انا اصلا استمتعت وانا بجمع القطعه دي من غير ما اكون انا اللي مقطعها وقطع الزوايا، فما بالك لو انت اللي مقطع كل حاجه فيها وانت اللي واخد المقاسات وكده يعني. في نهاية الفيديو أحب أقول لأي حد ما تاخدش قرار غير لما تكون متأكد، أو ما تاخدش فكرة عن حاجة غير لما تجربها. أنا دايما أحب أجرب. أنا كتير جدا بيقولوا لي تعرف تعمل ده، بقول له ما أقدرش أقول لك أقدر وما أقدرش أقول لك ما أقدرش. يعني ما ينفعش هقول لك إن أنا أقدر أعملها وأفرض نفسي يعني وكده، ومش ما أعرفش أقول لك إن أنا ما أعرفش لأن أنا ما جربتش. فجرب، لو ما عرفتش اعملها يبقى مش هعملها. لو قدرت يبقى انا بقدر اعملها. بس والتجربة هي اكبر متعة، اكبر متعة ممكن تستمتعها يعني. انا دايما احب اجرب حاجات جديدة دايما. ما تنسوش تقولوا لي ايه رأيكم في القطعة اللي طلعت،